اخبار الاهلي. حمزه عبد الكريم لاعب الاهلي قرب جدا من نادي برشلونه الانتقال ليه في يناير القادم في فتره الانتقالات الشتويه. طبعا صحيفه اسبانيه هي اللي قالت كده، من اقوى صحافات الاسبانيه هناك، وقالت ان هو خلاص هيلعب في فريق الرديف ان شاء الله في يناير القادم، وممكن يتصاعد للفريق الكبير ان شاء الله الموسم القادم. وان شاء الله التوفيق لحمزه عبد الكريم، ويكون اول لاعب مصري يلعب مع نادي برشلونه. كمان ياسر نعمات خلاص قرب جدا الانتقال للنادي الاهلي في يناير القادم. ان هو خلاص يعني هو اتفق مع الاهلي في كل حاجه، فاضل بس مع النادي الاهلي مش عاوز يدفع شرط الجزائي عشان الحفاظ على العلاقات مع النادي القطري. فهيشوف النادي العربي القطري هيعوز ايه ويتفق معاه. لو ما اتفقش ممكن يعمل الشرط الجزائي. وبرده في اهتم النادي الاتفاق السعودي من في ضم ياسر النعمات، لاعب اللي عاوز الاهلي هياخد الاهلي ان شاء الله في يناير القادم. فنشوف ياسر النعمات هيروح الاهلي ولا هيبقى مع نادي الاتفاق السعودي، وهنشوف الايام الجايه هيحصل ايه. كمان الاهلي هم يقدم عرض رسمي يضم علي علوان لاعب المهاجم الأردني. والأهلي لسه بيفكر فيه برضو، لو منجحش ياسر نعمات ناخده، فممكن يشوف موضوع علي علوان لاعب الأردن. كمان اللاعب حمد حمدان لاعب بتروجيت في الشمال القطري بيتفاوض معاه، وبرضو الأهلي بيتفاوض معاه، وفي الزمالك كان بيتفاوض معاه. فنشوف الأيام الجاية هيروح فين، بس الأقرب للأهلي إن هو اتفق مع الأهلي على كل حاجة. كمان الاهلي بيدرس بقاء كمال عبد الواحد في يناير المقبل بعد اصابه طبعا كريم فؤاد وغيابه لمده شهرين. فهنشوف كمال عبد الواحد هيكمل مع الاهلي ولا لا. كمان الاهلي بيدرس منح يوسف بعمري، اللاعب طبعا باك الشمال بتاع الرجاء، ان هو يلعب يروح مع الاهلي في يناير، بس اللاعب متمسك انه يقعد لغايه نهايه عقده اللي هو الشهر 6 الجاي، ويبقى اللاعب فري ويروح الاهلي فري. كمان طارق يحيى مدير الرياضي النادي اهلي بني غازي، قال ان هو بيفكروا ان هو يشتروا قفشه من النادي الاهلي او اعاره مقابل 800 مليون و800 الف دولار. فهنشوف الاهلي هيعمل ايه، هل هيوافق على الاعاره ولا البيع لقفشه، لان الاهلي خلاص قال ان هو قفشه مش هيبقى معاه الموسم القادم او من يناير، لان هو الاهلي مش محتاجه خلاص. ودي كانت كل اخبار الاهلي النهارده.